الأغلب كان فاكر إني مشيت، وإن كان عندي قافلة طبية في أسوان، وإني سبت القاهرة ورحتها. أنا قلت كده لآسر علشان كان لازم أمشي. أنا مشيت فعلا، بس مش لأسوان زي ما قلت. مشيت وكان معايا الكتاب اللي مكتوب عليه الجزء الأول، وفي أول صفحاته إهداء من والد آسر لعم أيوب. آسر صاحبي من فترة كبيرة، اتعرفت عليه لما كنت محتاج حد يعمل ميزانية العيادة بتاعتي. أنا كدكتور نفسي معرفش في حياتي محاسب قانوني علشان يعمل الأمور الحسابية دي، علشان كده طلبت من صديق ليا يرشح لي محاسب يساعدني في الحسابات، وصديقي رشح لي آسر، ومن ساعتها واحنا الاتنين اصحاب. لكن من بعد ما آسر جالي العيادة وكان بيشتكي من بعض الهلاوس، أو اللي كنت فاكرها هلاوس، وهو بالنسبة لي مش مجرد صاحب، آسر أصبح حالة لابد من دراستها بشكل أعمق وبوقت أطول. علشان كده طلبت منه لما جالي إنه ياخد أجازة علشان نقدر نتقابل أكتر، وأفهم منه الموضوع وحلل المواقف اللي حصلت، واطلع بنتائج تخليني أفهم واستوعب أمور كتير. آسر كان فاكر إنه الوحيد اللي بيحصل له اضطرابات، وبيشوف حاجات ما ينفعش تتشاف ولا تتحس، لكن الحقيقة أكبر من كده. كل حالة كانت بتجيلي العيادة على أمل العلاج من الحاجات اللي بتشوفها كانت بمثابة خيط رفيع، ولازم أجمع الخيوط مع بعضها علشان نطلع بنتيجة. آسر أصبح حالة لابد من دراستها بشكل أعمق، الحقيقة تطلع بنتيجة أكبر، ولازم تتجمع الخيوط مع بعضها علشان تطلع بنتيجة. زمان كان نفسي أطلع دكتور مخ وأعصاب، ده من كتر الحاجات اللي قريتها عن كيفية الإدراك وعمل الخلايا المخية وتكوين الصور، وحاجات تانية ليها علاقة بالعقل الواعي والغير الواعي. وكان شغفي كل يوم بيزيد إني أطلع دكتور، علشان كده كنت بقرأ واتثقف كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، وكنت بقول لنفسي أنا كده كده لازم أدخل القسم ده، قسم مخ وأعصاب. لكن ما توفقتش، الدرجات بتاعتي كانت قليلة، وأنا مغترب وبعيد عن أهلي اللي في سوهاج. كان ممكن أدخل كلية الطب نفس القسم، لكن على حسابي. بس منين؟ أنا محتاج كل مليم. فقررت أدخل قسم له علاقة بالطب برضه علشان أكون طبيب نفسي. صحيح ما بقيتش دكتور مخ وأعصاب، لكن مبطلتش قراية وثقافة لنفس القسم ده، طبعا بجانب دراستي للطب النفسي. بيمر عليا بدل الحالة حالات، وياما كتبت علاجات، بغض النظر ان ثقافة المروح لدكتور نفسي في اغلب البلاد بترتبط بالجنون. لكن الحمد لله اغلب اللي بيجيلي مثقفين وواعيين كفاية بعمل الطب النفسي. وهنا المعضلة، لان اغلب اللي بيجيلي عندهم خيالات وهلاوس سمعية او بصرية بيكون ليها اسباب، والاسباب دي بتكون شخصية. اما المريض شاف او سمع او اتأثر بحاجة خلته يجيله الهلاوس دي، او قرأ حاجة او سمع حاجة وبيبتدي يتخيل. لكن في حالة آسر الموضوع مختلف. آسر لا قرأ ولا سمع ولا شاف إلا بعد ما شاف الخيالات. طيب عقله كونها منين؟ أنا نفسي ما كنتش متخيل اللي بيقوله غير بعد ما شفت بنفسي كاميرات العيادة لما كان آسر في زيارة عندي. إزاي الموضوع عند بعض الناس مش خيالات، وإزاي ممكن يكون حقيقة وواقع، وإزاي ما يكونش الشخص هو السبب في الخيالات دي. ممكن يكون أبو آسر أو عم أيوب جاره، لسه هنعرف.
الموضوع ده خلاني أفكر بالأيام وأحلل أكتر وأدور واكتشف أمور ليها علاقة بالعلم ساعات، وحاجات تانية ملهاش علاقة بالواقع خالص. لكن الأكيد هو قراري إن أعرف أكتر عن الأمور الغيبية دي واربطها أكتر بالعلم اللي درسته. آسر كان هو الحالة اللي زغزغت دماغي بالأفكار، ولازم أحسن استخدامها كويس علشان أطلع بأفضل نتائج. ما كانش هممني أطلع بالسبق العلمي في الأمور دي، ولا هممني تحقيق مكاسب مهولة. كل اللي كان هممني إني أفهم أكتر علشان الصورة توضح أكتر، خصوصا إن حياتي زمان كان فيها جزء كبير عايشه مضطرب. في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. يبقى مين اللي ساب الورقة ومشي من عند صاحب الدكتور؟ ملامح الراجل مش واضحة لأنه كان لابس كاب على راسه. ده كأنه كان قاعد معانا وبيسمع اللي بيتقال وقتها. لقيت مكتوب بخط واضح: في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. ما تنساش تشوف الراجل اللي ساب لك الورقة في الكاميرات. حاجة سودة بتتحرك بين الأوض، وفي نفس الوقت اللي كان موجود فيه آسر. الحاجات دي موجودة حوالينا وبتحس بينا، والمفروض نحس بيها. هو صاحبي ليه ما عادش الكاميرات عشان يشوف ملامح الراجل ده ويعرف مين هو؟ ولما جت تدخل الأوضة اللي فيها آسر تراجعت. في حاجات كتير بتحصل حوالينا ملهاش تفسير علمي، وفي كائنات عايشة معانا بتحس بينا وعايزيننا نحس بيها. مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. تبدأ الحكاية بزيارة آسر ليا بعد فترة كبيرة من مقابلتنا الأخيرة. آسر هو المحاسب اللي ساعدني في عمل ميزانية العيادة بتاعتي السنين اللي فاتوا. رشحه ليا دكتور صاحبي، كان آسر بيخلص له حسابات عيادته برضه، ومن ساعتها وأنا وآسر أصحاب، لحد ما جالي تليفون من آسر بيطلب فيه مقابلتي في العيادة علشان يكلمني في موضوع مهم. واستقبلته في العيادة ودردشنا في كذا حاجة لحد ما آسر فتح لي قلبه عن حادثة الطيف. حسيت في الأول إنه متردد يحكي، لكن هو ارتاح في الدردشة معايا وحس إن أمين كفاية إنه يحكي لي. قال لي إنه شاف طيف لونه أسود على هيئة بخار أو حاجة عاملة زي الدخان، وإنه شافها أكتر من مرة. طولها طول إنسان لكن بتتحرك بخفة زي البشر على رجلين، مكسية سواد في سواد. وكمل آسر كلامه وحكى على موت عم إبراهيم جاره لما الطيف دخل بيت عم إبراهيم في اليوم اللي قبل موته على طول.
وقال لي كمان على التورتة اللي لقاها قدام بيته، واللي لحد دلوقتي ما نعرفش جت منين ولا جت ازاي. طبعا اي حد ممكن يسمع الدردشة دي ممكن يضحك على اللي قدامه ويقول بالبلدي اتغطى كويس قبل ما تنام، لكن شغلي كطبيب نفسي ما يخلينيش اخد المواضيع بالسطحية دي، ويخليني اهتم بالتفاصيل، علشان لو كان فعلا آسر محتاج علاج اقدر اساعده. كنت مستمع جيد لآسر وهو بيحكي، وبعدها استأذنت منه وخرجت الحمام العيادة وسبت آسر في أوضة الكشف لوحده. غسلت وشي وبصيت شوية في المراية وأنا حاسس بالإرهاق، مش عارف من التفاصيل اللي كان بيحكيها آسر ولا من الإرهاق. جالي ممرض العيادة وخبط على الباب وسألني لو محتاج مساعدة لأنه حس إني غبت شوية والعيانين بيسألوا على وقت ادخلهم. طمنت الممرض عليا وقلت له ما تقلقش، وخرجت من الحمام أسأله في كام حالة منتظرة، فعرفني إن في حالتين ومش هنقدر نستقبل حالات تانية علشان الوقت اتأخر نوعا ما. ما غبتش كتير، ولما رجعت لقيت آسر منتظرني وقال لي سؤال مباشر أول ما دخلت الأوضة. سألني إن كنت مؤمن بالعفاريت والكلام ده. ساعتها رديت عليه بيقين أي حاجة غير خاضعة للعلوم ملهاش أساس من الصحة، وإن الكلام ده خرافات بيضحكوا بيه على العيال الصغيرة، والمفروض إن إحنا كبرنا. والمفروض إن إحنا كبرنا. طلبت منه ياخد أجازة علشان يرتاح، ولو أمكن يسافر يقضي يومين في أي مكان يستجم وهيكون أفضل. كتبت له كمان على شوية أدوية أغلبها فيتامينات. وصلته لحد باب العيادة ورجعت لأوضة الكشف من تاني. الكمبيوتر كان مفتوح، فرجعت للنوتس علشان أقرأ أهم الملاحظات اللي دونتها من فترة، وافتكرت ملاحظة مهمة كنت كاتب فيها عن حالة شبه حالة آسر كده. الفرق بينهم إن الحالة دي كانت بتتعامل مع المشعوذين. كانت واحدة فاكرة إن في حد عامل لها عمل بعدم الجواز، وبتتعامل مع المشعوذين على أمل إن يتفك عقدتها. جهل وتخلف، فبالتالي ممكن يكون اللي حصل ليها من التعامل معاهم. لكن حالة آسر مختلفة تماما، لأنه لا بيتعامل مع مشعوذين ولا يعرف حد منهم. وأنا بقلب في الملاحظات اللي كاتبها رجعت المذكرات القديمة وافتكرت حاجات قلبت عليا المواجع، فقفلت النوتس وقعدت شوية أرتب أفكاري قبل ما أخد الحالة اللي بعد آسر. هو ممكن آسر يجيله هلاوس من قراية كتاب، أو إنه شاف فيلم فيه حتتين 3 رعب. وأنا بقلب في الملاحظات اللي كاتبها رجعت المذكرات القديمة وافتكرت حاجات قلبت عليا المواجع، فقفلت النوتس وقعدت شوية أرتب أفكاري قبل ما أخد الحالة اللي بعد آسر. هو ممكن آسر يجيله هلاوس من قراية كتاب، أو إنه شاف فيلم فيه حتتين 3 رعب. الله أعلم. غمضت عيني واتنهدت
ما بين اللي حكاهولي آسر واللي قريته في مذكراتي القديمة، وفتحت عيني وطلبت من الممرض إنه يدخل الحالة اللي بعدها. بعدها بيوم رحت للعيادة في معادي، واستقبلني الممرض كالعادة. اعتذر لي إن في واحد امبارح ساب معاه ورقة ليا قبل ما يمشي من العيادة، وهو نسي إنه يديها لي. أخدت من الممرض الورقة وكانت مطربة نوعا ما. الورقة لونها أصفر زي ورق الكتب القديمة بتاع زمان. وسألته شكلها عامل كده ليه؟ مكتوب فيها ايه؟ عرفني انه ما فتحهاش لان شكلها غريب اصلا. كان شكله ايه؟ فسألته الراجل اللي ساب الورقة دي كان شكله ايه؟ وعامل ازاي؟ نعرفه ولا اول مرة يجيلنا؟ وفين ابليكيشن المريض والحالة؟ الممرض عرفني انه هيجيبهولي وهيجيلي. أخدت منه الورقة وعرفت منه الحجوزات في العيادة يومها، ودخلت أوضتي أستعد لاستقبال الحالات. وفتحت الورقة علشان أقرأ اللي مكتوب فيها. يمكن تكون روشتة قديمة أو بيانات الحالة للتواصل معاها. لكن قريت اللي ما كانش في الحسبان ولا على الخاطر. لقيت مكتوب بخط واضح: في حاجات غير قابلة للشرح ولا تخضع للعلوم. سبت الورقة من ايدي فورا وناديت الممرض بسرعة يجيلي. سألته فين بيانات او ابليكيشن الحالة اللي سابت الورقة دي. قال انها اكيد وسط ورق الحالات، لكن هو دور عليها وما لقاهاش. فعرفته انه لازم يلاقيها بأي طريقة. وبسرعة رجعت للكمبيوتر على المكتب وفتحته عشان اراجع الكاميرات واعرف ايه اللي حصل في العيادة. وشفت اللي ما كنتش اتوقعه: حاجة سودة بتتحرك بين الأوض، وفي نفس الوقت اللي كان موجود فيه آسر. ولما جت تدخل الأوضة اللي فيها آسر تراجعت وبصت مباشر لكاميرا التسجيل في العيادة، وكأن الحاجة السودة دي عايزة توصل رسالة معينة للي هيشوف الفيديو. تملكت أعصابي على قد ما قدرت، وتأكدت من التوقيت في الفيديو إنه ده نفس الوقت اللي كان موجود فيه آسر. ورجعت الفيديو شوية عشان أعرف ملامح الراجل اللي كان موجود وساب الورقة للممرض. لكن للأسف ملامح الراجل مش واضحة، لأنه كان لابس كاب على راسه. أكيد مقصودة مش مجرد صدفة. ندهت تاني على الممرض أسأله عن الابليكيشن وعن الراجل ده. عرفني إنه كان مستني مع حالة تانية، وإنه جه يستعجلني لما اتأخرت في حمام العيادة يوميها. وبعد ما خرجت من الحمام ورجعت لأوضة الكشف هو قام وكان شكله متضايق، واداله الورقة إياها ومشي على طول. فرجعت أسأله عن الابليكيشن الخاص بالحالة. عرفت منه إنه كأنه فص ملح وداب، وإن الابليكيشن مش موجود ودي غلطته، وهيحاول يدور عليه مرة تانية. تملكت أعصابي تاني علشان ما اتعصبش على الممرض، وهو ممكن ما يكونش له ذنب. وطلبت منه يدور عليها بعناية، علشان الموقف ده هنحتاج فيه عناية الله. أكيد اللي بيحصل ده ما كانش صدفة.
صحيح آسر مشي من العيادة وهو مطمن واليوم يبان خلص، لكن يومها خبط على باب عقلي حاجات كتيرة غامضة ومثيرة. انت طلعت لي منين بس يا آسر؟ لما سافرت سوهاج كل هدفي اني اساعد آسر في معرفة فك طلاسم الطيف، واساعد نفسي وداوي جرح ليا قديم. علشان كده ما كنتش متردد اني اسافر ومعايا الكتاب. لما سافرت البلد كان وحشني جدا، كنت بقالي كتير ما زرتش الصعيد. دخلت بيتنا، ريحة البيت بتفكرني بكل ذكرى حلوة. دخلت أوضة أخويا بس لقيتها مش مترتبة كالعادة، ورحت على أوضة بابا، شفت سجادة الصلاة موجودة في مكانها. كنت بحاول استغل الفرصة في اني افتكر كل حاجة حلوة كانت الدنيا واخداني عنها ونسيها. رجلي خدتني على المطبخ وافتكرت ست الكل امي واكلها اللي كان يفتح النفس. وحشتيني يا امي قوي. مالك واقف عندك بتعمل ايه؟ كانت الدنيا واخداني عنها ونسيها. وحشتيني يا امي قوي. مالك واقف عندك بتعمل ايه؟ اخويا جه من ورايا وطبطب على كتفي وقال لي كده. بصيت له وقلت له مفيش، بس المطبخ مش مترتب ليه؟ قال لي المطبخ مش مترتب ولا وحشتك ست الكل؟ ضحكت له وقلت له يعني ما وحشتكش انت كمان؟ ساعتها خدني من دراعي وقال لي وحشانا كلنا، يلا علشان تاكل لقمة وبعديها ترتاح. عرفني انه اتفاجئ ان انا جيت من القاهرة وان اوضتي محتاجة تترتب لانها مقفولة من فترة كبيرة، وهو هيرتبها عقبال ما اكل لقمة واخد دش من تراب السفر. سألته فين بابا لانه وحشني وعايز اسلم عليه واتكلم معاه. قال لي انه بيصلي الظهر في المسجد وشوية وهيجي. ساعتها فتح باب الشقة ودخل ابويا من الباب، اتفاجئ بيا وخدني في حضنه. كان وحشني الحضن ده قوي. قال لي اخيرا رجعت، افتكرت ان ليك بيت وعيلة. طيبت خاطره وقلت له انتم دايما في بالي يا ابويا وعمري ما نسيتكم ابدا، بس انت عارف مشاغل الدنيا. حضرنا الاكل واكلنا سوا ودخلت اخدت الدش التمام. كان ساعتها اخويا بينظف اوضتي. خرجت من الحمام على الاوضه على طول علشان اترمي على السرير. هل كان تعب؟ ونمت يومها نوم عميق. صحيت بالليل على صوت الموبايل بيرن ولقيت آسر هو اللي بيتصل. صحيت بالليل على صوت الموبايل بيرن ولقيت آسر هو اللي بيتصل.
كنت متردد الأول أرد عليه، لأنه أكيد هيسألني وسط الكلام عن الكتاب. خفت كمان يسألني عن شغلي في القافلة الطبية. حسيت إنه ممكن يكتشف إني مش في قافلة طبية أصلا، وخفت يحس إني بكدب عليه. لكن رديت عليه وعملت نفسي نعسان أكتر. اطمن عليا وعلى سفريتي للصعيد، وسألني هرجع إمتى للقاهرة علشان هو محتاج للكتاب. وسألني لو كنت سايب نسخة من مفتاح شقتي اللي في القاهرة مع حد، علشان يروح له وياخد مفتاح الشقة وياخد الكتاب من المكتبة. فعرفته إن مفيش نسخة تانية من مفتاح شقتي مع حد في القاهرة، وقلت له إني لسه صاحي من النوم ونعسان شوية، وطلبت منه يصبر لحد ما أرجع من السفر وأروح معاه نجيب الكتاب سوا. قفل آسر المكالمة معايا، وكنت حاسس إنه متضايق نوعا ما، وأنا قفلت من نفسي وأنا بكدب عليه ومش عارف أقوله إزاي إن الكتاب معايا. الكدب فعلا لعنة، بتبتدي بحاجة صغيرة وبتكبر مع الوقت في كل مرة. يا ريتني أعرف أنهي اللعنة دي. كنت فاكر إن فترة أسبوع كافية لحل لغز الطيف، لكن شكل الموضوع محتاج وقت أكبر من كده. الكتاب اللي عايزه آسر معايا مش عارف أستفيد منه، ولا عارف أبدأ البحث منين. أنا كمان لحد دلوقتي معرفش آسر عايز الكتاب في إيه، ولا هيستخدمه إزاي. في حاجات غير قابلة للشرح، لكن أبدأ منين؟ ولا تخضع للعلوم. فقت يومها وقمت علشان أشوف هبدأ منين. الوقت بيخلص، ومهلة الأسبوع اللي مديها لنفسي في البحث بتخلص. الوقت فعلا مش في صالحي. فكرت بعقلانية وقلت إن لازم أخد فترة الأسبوع دي أجازة فعلا، لحسن آسر ممكن يجي في مرة ويلاقيني هناك. كان لازم كمان أدي الممرض اللي شغال معايا أجازة، لأن ممكن آسر يكلمه ويسأل عني. فكلمت الممرض وقلت له زي ما قلت لآسر إني مسافر في مأمورية شغل وهرجع بعد أسبوع. أقطع سفري وأروح العيادة مش هينفع، وهرجع بعد أسبوع. كنت لازم أختفي نهائيا الفترة دي علشان أقدر أكمل بحث وتدوير وانتهز فرصة وجود الكتاب الغريب ده معايا. وما كانش فيه أنسب من بيت العيلة أبعد فيه عن الأنظار. مش عارف أبدأ منين، لأن الكتاب أغلبه رموز وأشكال ملهاش معنى. لكن أبدأ منين؟ قعدت أتنقل ما بين السرير والكرسي اللي جنب السرير، مرة قدام المراية ومرة عند باب الأوضة، بفرك هنا وهناك. رحت لشنطتي ودماغي شغالة في التفكير، وأخدت الكتاب. وكنت لازم أبدأ في البحث والتدوير، لكن أبدأ منين؟ قررت أبدأ من أكتر حاجة كانت محيراني، الحاجة اللي لسه بتحركني وتخليني عاوز أفهم وأعرف أكتر: الطيف. في حاجات مش بتتشرح، ومش مفهومة لحد دلوقتي بالعلم.
الطفل اللي شفته عندي في العيادة على شاشة الكاميرات. ما كنتش محتاج ارجع للفيديو اللي في العيادة لاني لسه فاكره لحد دلوقت، بالرغم من اني اخدت منه نسخة على الموبايل بتاعي قبل ما اسافر، والورقة كمان لسه معايا. لسه فاكر الطيف وهو بيتحرك بين الأوض في العيادة، وفاكر كويس شكل الورقة اللي مكتوب عليها الكلام، وازاي كانت متطربة ومصفرة، لونها أصفر وقديمة. لسه فاكر شكل آسر لما شاف الفيديو وقرأ الكلام اللي في الورقة وهو معايا يوميها. يا ترى ايه المقصود بحاجات مش قابلة للشرح؟ الحاجات الغيبية يعني؟ الحاجات اللي بيسموها ما وراء الطبيعية؟ وليه لا تخضع للعلوم؟ إذا كانت العلوم نفسها يوم عن يوم بتتحدث وتتطور، فليه لا تخضع للعلوم؟ عملت زي ما كان بيعمل آسر، ودخلت على الإنترنت أدور أكتر وأعمل بحث عن الأمور ما وراء الطبيعية وارتباطها بالحاجات الغيبية. الصراحة كمية الكلام الفارغ اللي قريته تخلي أي حد عنده بربع جنيه ثقافة إنه يرجع. الأغلب كان بيفتي وبيربط الحكايات والأساطير باللي بيحصل أو حصل بالفعل، وفي كمان اللي العياذ بالله بيتنبأ باللي هيحصل. الغريب إن متابعين الأمور دي بالآلاف. المواقع اللي كنت بدور فيها كانت بتتباهى بعدد الزائرين للحاجات دي، وسايب عددهم يشوفوه باقي الزوار، وكانت الأعداد بتتزايد كل ساعة بل كل دقيقة. خايف أكون واحد منهم في المستقبل وتردد على المواقع دي، لكن ما باليد حيلة. محتاج أعرف وأتعمق أكتر في اللي ممكن يحصل أو اللي هيحصل بعدين. وأنا بدور وأكثف البحث أكتر، لقيت مقال بيتكلم عن الإنترنت المظلم، وإزاي الإنترنت اللي بنتعامل عليه يوميا في الغالب أقل بكتير من حجم التعاملات اللي بتحصل على الإنترنت المظلم. الإنترنت المظلم ده حقيقي مظلم، عتمة وحاجات ما تدخلش عقل، في بلاوي ما ينفعش نقرب منها ولا حتى نسمع عنها أو نشوفها، لكن ممكن يكون فيه إجابات. وأنا بدور وأكثف البحث أكتر، لقيت مقال بيتكلم عن الإنترنت المظلم، وإزاي الإنترنت اللي بنتعامل عليه يوميا في الغالب أقل بكتير من حجم التعاملات اللي بتحصل على الإنترنت المظلم. الإنترنت المظلم ده حقيقي مظلم، عتمة وحاجات ما تدخلش عقل، في بلاوي ما ينفعش نقرب منها ولا حتى نسمع عنها أو نشوفها، لكن ممكن يكون فيه إجابات. نزلت برامج تسمح بالتصفح على منصات الإنترنت المظلم، وبالفعل حاولت أدخل وأحاول أفهم أكتر. مش عارف جالي منين الشغف ده كله علشان أعرف. في الأغلب أنا شخص هادي ومش مستعجل على حاجة، لكن لهوجتي ولجاجتي الشخصية في إني أفهم أكتر ملهاش تفسير ليا أنا شخصيا لحد دلوقتي. مش عارف مالي، شكلي اتغيرت. وأنا بدور على الإنترنت دخلت على موقع بيتكلموا فيه عن الدجل والشعوذة، ولقيتهم بيتكلموا فيه إن ممكن أدفع فلوس وحد يتابع معايا، وكان الموقع بيعرض خدماته: إيش جلب حبيب، على قطع رزق، على جواز مشبوه، على معرفة الغيب. ومعرفة الغيب ده له أقسام، معمول له تسعيرة بالمدة، يعني لو عايز أعرف بكرة هيحصل إيه هيكون بسعر، ولو عايز أعرف بعد أسبوع مثلا هيكون بسعر تاني، ولو بعد سنة بسعر مختلف، وهكذا. طبعا أنا ما مشيتش ورا الخرافات دي،
محدش يعرف الغيب إلا الله. علشان كده دورت على حاجة تانية، ودخلت على صفحة من الصفحات اللي لقيت فيها كلام روحاني، كلام مقدس جاي من كتاب اسمه. الكتاب مكتوب بخط الإيد، كان صعب أقراه بسهولة، فقريت واحدة واحدة وعرفت إن اللي كنت بقراه ده حاجات عاملة زي شفرة، بمجرد إنك تقرأ وتعمل المكتوب يتحقق المراد. يمكن كمان الكتابين اللي لقاهم آسر يكونوا نفس الموضوع، بس الكتاب اللي معايا فيه طلاسم لا بتتقري ولا هي مفهومة. الأشكال اللي فيه دي وراها إيه؟ رجعت تاني للكتاب اللي لقيته على الإنترنت، اللي كنت بقراه بالصدفة، كان عن إزاي تنتقم من حد تعرفه. تقرأ كلام معين وتنزل قدام بيته وتخبط باب البيت يمين وشمال بشكل معين، وبعدها تشوف خراب البيت ده بعينك. كنت فاكر إن الكلام ده فارغ، لكن اللي حصل ما كانش على البال ولا على الخاطر. بعد ما قريت حبيت أتأكد فعلا في حاجات غيبية ممكن تحصل كده. الخرافات دي ممكن تكون حقيقية، ولو مش حقيقية ليه متابعينها بالآلاف؟ نزلت لما الدنيا ليلت أكتر والوقت قرب على 2 بالليل. رحت قدام بيت قريب من بيوت المنطقة، بيت عشوائي أنا معرفش مين ساكن فيه، وعملت زي ما الكتاب كان بيقول، ورجعت بيتنا مرة تانية، وأنا طبعا متأكد إن مفيش أي حاجة هتحصل أصلا، لأني لازلت مقتنع إن دي كلها خرافات وكلام فاضي. كملت تدوير وبحث على الإنترنت. مرحلة البحث عن الأمور الغيبية دي مرهقة جدا، والوقت كان بيتسرسب واحدة واحدة. ما كنتش بتحرك من قدام اللابتوب، هو بس مشوار البيت اللي رحته وعملت فيه الحوار بتاع الكتاب ده ورجعت. ووسط ما أنا بدور على النت لقيت صفحة بتقدم خدماتها، في حد بيتعاون مع الجن، مع الشياطين حرفيا، وأي حاجة تطلبها هتتعمل، وكل حاجة بمبلغ معين. لكن استغربت حاجة، إنك لو طلبت حاجة كويسة علشان تحصل هيكون تمنها بسيط مش غالي، أما بقى لو طلبت حاجة سوداوية أو وحشة لحد أو لشخص تاني هتلاقي تمنها كبير. خراب البيوت أغلى عند الناس، يعني لو حبيت تخرب بيت حد هتدفع فلوس أكتر، ولو كنت عايز تصلح بين شخصين أو أكتر هيكون تمن الخدمة مش كبير. اللي لفت انتباهي على الموقع ده إن طلبات خراب البيوت أكتر بكتير من طلبات الصلح والمودة بين الناس. لازلت مش مؤمن بالخرافات، وواثق إن الكلام ده أغلبه فتي وملوش أساس من الصحة، لكن ما باليد حيلة. دورت تاني على حاجات تساعدني أفك طلاسم الطيف، وفتحت صفحات الكتاب اللي معايا لحد ما دخل علينا أذان الفجر، وسمعت صوت باب أوضة بيتفتح، فقفلت بإيدي شاشة اللابتوب بسرعة وهو مفتوح، ورجعت على السرير علشان أعمل نفسي نايم. ما كنتش عايز أكلم حد يوميها علشان ما ادخلش في حكاوي هتعطلني في البحث عن الطيف. شديت غطا السرير عليا وعملت نفسي نايم. ما كنتش عارف إني هنام فعلا، نمت من التعب في البحث المكثف اللي كنت بعمله على النت. وحشتيني قوي يا حبيبتي.
فاكر كل حاجة كأنها لسه حاصلة امبارح. ما كانش قصدي خالص. فكر كويس يا ابني. ما كنتش أقصد أزعلك. يا رب تكوني مسامحاني وراضية عني. ماتت؟ دي حياة كاملة، لازم تبقى عارف انت داخل على ايه فيها. الحق يا ابني. ماتت بسبب غبائي، بسبب عنادي. ماتت بحسرتها، لكن بعد فوات الأوان. صحيت على صوت خناقة كبيرة. خرجت في بلكونة البيت علشان أعرف الصوت العالي ده جاي منين، واتفاجئت إنه من البيت اللي أنا نزلت امبارح وعملت زي ما كتاب كان بيقول. صحيت على صوت صويت وخناق. جريت على البلكونة علشان أعرف الصوت ده جاي منين، ولقيت إنه جاي من البيت اللي نزلت امبارح وعملت الإشارة اللي قريتها في كتاب عليه. معقول اللي مكتوب في الكتاب بيتحقق؟ سبت الخناقة والصوت العالي ورجعت على طول لللابتوب بتاعي، أدخل على نفس الصفحة والموقع والكتاب علشان أشوف حل للي عملته وكنت السبب فيه. لكن للأسف الكتاب كان مكتوب فيه إزاي تعمل المصيبة. ما لقيتش في الكتاب حل للخناقة اللي سببتها، لكن مش مكتوب فيه حلول. مفيش حل لموضوع خناقة البيت اللي أذيتهم من غير ما أقصد وأنا بجرب. نظرتي لنفسي بقت وحشة. معقول أكون سبب في خناق ناس معرفهمش وما حاولش حتى أساعدهم. ركنت موضوع الطيف لحد ما أشوف حل للي عملته، ودورت تاني على كتب يكون فيها حاجات مضادة للي عملته. دورت على كتب ممكن تحل المشاكل زي ما في كتب بتعمل مشاكل. افتكرت وانا بدور ان شفت ناس بتتعامل مع المشعوذين وبيدفعوا ليهم فلوس علشان ينفذوا اللي احنا عايزينه. فكرت ان ممكن ادفع مبلغ واطلب ان مشكلة البيت اللي قامت فيها الخناقة بسببي تتحل، علشان كمان ما افضلش عايش بذنب اني كنت سبب في خراب بيت حد معرفوش. دخل عليا اخويا وطلب مني نفطر سوا. خرجت من اوضتي معاه واكلنا. واحنا بناكل سألني والدي كنت بعمل ايه امبارح وانا في الأوضة، علشان هو سمع اني كنت بتحرك كتير وكان قلقان عليا. فقلت له اني كنت بوضب الأوضة وحاجاتي. فسألني لحد الفجر. ساعتها عرفت ان اللي كان رايح يصلي الفجر امبارح وعملت نفسي نايم هو ابويا. رديت عليه وانا مبتسم لحد قبل الفجر بشوية، وعرفته اني مرهق ونمت تاني.
ممكن من تغيرات الجو ما بين هنا والقاهرة، وممكن من شغل الكتير على الكمبيوتر امبارح. كملنا فطار وقعدت مع اخويا شوية نحكي عن مصر وبنات مصر وليه ما اتجوزتش من القاهرة. بيقولوا بنات مصر حلوين. عرفته ان الشغل واخد اغلب وقتي، وغيرت الموضوع وسألته عن الخناقة اللي كانت عند الجيران، وكأني معرفش حاجة عن الخناقة. رد عليا انه زيه زيي، صحى على صوت زعيق وخناق وخرج علشان يلاقي ان بيت الجيران ماسك في بعضه. سألته هم متعودين يتخانقوا؟ رد عليا وقال لي خالص، دول ناس زي الفل، والأغلب بيحلف بأخلاقهم وذوقهم، تحس إنها شوطة وشطتهم. ساعتها أدركت إن السبب في كل اللي حصل ليهم ده، وإني لازم ألاقي لهم حل زي ما كنت سبب في خناقهم. رجعت لأوضتي مرة تانية وبصيت بعمق على كل ركن فيها، نظرات ثاقبة ملهاش هدف. واقف في مكاني على باب الأوضة باصص على السرير مش مترتب، النسخة الأولى من الكتاب اللي مع آسر جنب اللابتوب، واللابتوب مقفول موجود على طرف السرير. رحت للدولاب وأخدت غيار وهدوم ودخلت الحمام أخد دش ونزل معاه همومي وأفكاري اللي مالية دماغي. خرجت من الحمام ورجعت للأوضة، قدام المراية باصص على نفسي وبتكلم من غير صوت. اتغيرت عن زمان، اتغيرت شكلا وموضوعا، اتغيرت وبقيت غريب وبتجرب حاجات غريبة. عاوز تثبت لنفسك ايه؟ عاوز تثبت لنفسك ايه؟ عاوز تثبت لنفسك ايه؟ كنت بكلم نفسي. سبت مكاني ورجعت لللابتوب وكملت بحث من تاني، بدور على اي حد ادفع له فلوس عشان يساعدني انه يشيل الخناق عن بيت الناس الطيبين. للأسف دخلت الدارك ويب مرة تانية ولقيت شخص على الدارك ويب بيدعي انه يقدر يعمل اي حاجة انا عايزها مقابل الفلوس. الشعور بالذنب ناحية البيت اللي كنت سبب في خناقه كانت بتقتلني. انا عمري ما اذيت حد ولا كنت افكر ان انا اعمل كده، لكن جربت. دخل عليا اخويا وسألني مش هتتعشى معايا؟ قلت له انا ماليش نفس، فاستغربني علشان انا ما اتغديتش معاهم اليوم دون. فطمنته وقلت له انا لما جوع هاكل على طول. وسألته عن بابا اتعشى ولا لسه؟ قال لي ان بابا مش بيتعشى اغلب الوقت وبيحب ينام خفيف. ده خلاني اسأل اكتر عن حالة بابا الصحية، خصوصا انه سنه كبر. ساعتها قعد على طرف السرير وقال لي ان بابا الحمد لله كويس، غير السكر والضغط والقلب والأدوية اللي بياخدها مفيش جديد. يا حبيبي يا بابا، سكر وضغط وكسور في القلب. قطع تفكيري ساعتها وقال لي ما انت عارف يا حبيبي، ابوك ده عظمة كبيرة ربنا يخليه لينا. ربنا يطول في عمره. خرج اخويا من الأوضة ورجعت للبحث تاني على اللابتوب، وقررت وقتها اني هدفع للراجل علشان يحاول يحل موضوع خناقة الجيران. ساعتها لقيت عرض مناسب، لقيت حد مش بياخد فلوس كتير وبيقول عن نفسه انه حلال المشاكل العويصة. صفحة الراجل ده موجودة على دارك ويب والفلوس بتدفع بالفيزا كارد. سبت اللابتوب على سريري مكان قعدتي
ورحت لشنطتي علشان أجيب الفيزا، لأني لازم أدفع مسبقا. طبعا لازم تدفع الأول، والفلوس هنا هي اللي بتتكلم. شنطتي كنت سايبها على الأرض جنب التسريحة، والتسريحة دي طبعا فيها مراية بتاعت الأوضة. نزلت على الأرض وفتحت الشنطة، وأنا بطلع الفيزا من المحفظة النور قطع. النور بيقطع الوقت ده كتير بدون داعي، والأوضة بقت عتمة ومفيهاش أي مصدر للضوء غير شاشة اللابتوب بتاعي اللي سايبه على سريري. رفعت راسي وقمت، واترعبت حرفيا من اللي حصل. سبت اللابتوب على سريري مكان قعدتي، ورحت لشنطتي علشان أجيب الفيزا. شنطتي كنت سايبها على الأرض جنب التسريحة. نزلت على الأرض وفتحت الشنطة، وأنا بطلع الفيزا من المحفظة النور قطع، والأوضة بقت عتمة ومفيهاش أي مصدر للضوء. رفعت راسي وقمت، واترعبت حرفيا من اللي حصل. لمحت في المراية كأن في حاجة ورايا بتتحرك. بصيت بسرعة ورايا، ما لقيتش حاجة. ساعتها حسيت ان في حاجة اتحركت في المراية من ورايا، كأنه انعكاس لحاجة انا مش شايفها في الأوضة. فرجعت بصيت بسرعة على المراية وانا مرعوب. مفيش حركة. شنطتي تحت رجلي، وانا واقف باصص على المراية وشايف اللابتوب بتاعي على سريري، وبتنفس ببطء من الرعب. بحاول اسمع كل تفاصيل الصوت حواليا، والمكان عتمة تقريبا. وسط كل اللي انا فيه ده لقيت حد بيفتح باب الأوضة عليا. اتخضيت وسميت الله. لقيت اخويا. خدت نفسي، اخيرا مش لوحدي. بصلي وكان بيحاول يطمن عليا، اكمن النور قاطع والدنيا عتمة. طمنته وسألته النور بيقطع هنا كتير؟ فرد عليا وقال لي مش دايما. سألته عن شمعة تنور او كلوب او كشاف نستخدمه، فضحك لي وسألني خايف من الضلمة ليه كده، وقال لي هي نومة القاهرة لوحدك علمتك تخاف من الضلمة يا دكتور؟ ساعتها قلت له لا خالص، بس بحتاج للكهرباء عشان بستخدمها في شغلي. ساعتها قال لي انه ممكن نشتري بكرة حاجة تنور بيها، وسألني بعمل ايه عند المراية، خصوصا ان لما النور بيقطع اغلبنا بيبعد عن الانعكاسات والحاجات اللي ممكن تخوفنا من العتمة. ابتسم لي وقال لي ايه يا عم، مش خايف تتلبس؟ التفت له بعمق شوية وقلت له كنت بحاول اجيب الفيزا بتاعتي من الشنطة. رجعت وقعدت انا وهو على طرف السرير. ساعتها سألني ليه كنت عايز استخدم الفيزا، وقال لي لو محتاج حاجة اقول، واي حاجة اطلبها هلاقيها. بيعزم عليا اخويا برضه. شكرته ورديت عليه وقلت له ابدا، انا بس كنت عايز اشتري كشاف من موقع من المواقع الالكترونية، اصلا انا ما بحبش العتمة، وما جبتلوش سيرة الانترنت المظلم اللي كنت داخل عليه، وغيرت علامة التبويب اللي كنت فاتحها على الانترنت بسرعة علشان ما يشوفهاش ويسألني عليها. انا عارف اخويا لماح. لما لقاني مش حابب العتمة قام وقال لي انه رايح يدور على شمعة او اي حاجة ننور بيها. وقبل ما يخرج من الأوضة ناديته وسألته على بابا. رد عليا انه نايم، فاستغربت انه بينام بدري، لكن هو قاطع تفكيري وقال لي
ما انت عارف ابوك بيحب يقوم الفجر علشان يصلي. فاكر كلامه كويس جدا. بيحب يقوم الفجر علشان يصلي. بيرن في وداني. ما انت عارف ابوك بيحب يقوم الفجر عشان يصلي. ما انت عارف ابوك بيحب يقوم الفجر عشان يصلي. خرج من الأوضة وساب الباب مفتوح. رجعت لللابتوب وكان الإنترنت مفصول لأن راوتر الإنترنت شغال بكهرباء. ما كنتش لسه عارف حوار الباور بانك ده. بصيت على الموبايل علشان اخد منه هوت سبوت واشغل الإنترنت على اللابتوب. دورت على الموبايل جنبي ما لقيتهوش. دورت يمكن يكون على مخدة السرير، برضه مش موجود. دققت اكتر يكون واقع جنب السرير، برضه مش هنا. رجعت بصيت على مراية الأوضة فلقيت الموبايل بتاعي على التسريحة. مين اللي ودى الموبايل بتاعي هناك؟ بلاش هبل، أكيد أنا اللي حطيته هناك، هيروح لوحده يعني. ممكن أكون فعلا أنا اللي وديت الموبايل هناك ونسيت. مسكت اللابتوب في إيدي علشان أستخدم إضاءته ورحت عند التسريحة علشان أخد الموبايل، ولسه همد إيدي علشان أخده أخويا دخل عليا بالشمع. كنت هرميه بالحاجة اللي في إيدي من كتر الرعب اللي أنا فيه، لكن أخدت نفسي وهديت واتنهيت. نور أخويا الشمعة ودور على مكان يحطها، وراح قدام مراية التسريحة وحطها قدامها ناحية اليمين، ونور واحدة تانية وحطها ناحية الشمال. كان المشهد عامل زي تابوت. هزرت معاه وقلت له ده تابوت ده ولا ايه؟ ضحك وقال لي نور الشمعة يخبط على المراية فيزود الإضاءة. يا دكتور، يا متعلم، يا مثقف. نور الشمعة يخبط في المراية فيزود إضاءة الأوضة. يا دكتور، يا مثقف، يا متعلم. لما بصيت تاني للمراية افتكرت اني لمحت حاجة فيها من شوية، فسألته مين اللي بينام في الأوضة بتاعتي لما بكون مش موجود في القاهرة؟ قال لي إن مفيش حد بيدخل الأوضة غير للنظافة كل أسبوع، بينظفوها وبيسيبوها مقفولة، لأن بابا على اقتناع إنك هترجع وتعيش تاني فيها. فاستغربت، بتنظفوا الأوضة كل أسبوع؟ ولما جيت كانت الأوضة تضرب تقلب وكلها تراب وعفرة. ساعتها بصلي وقال لي إنه بقالهم فترة مش بينظفوها، علشان آخر مرة كانوا بينظفوها لقوا تحت السرير في الصحارة الصندوق اللي كانت والدتي بتشيل فيه صور العيلة والذكريات، ولما فتحوا الصندوق افتكروا سوا الذكريات، وبابا اتضايق شوية وعشان كده بعدوا عن الأوضة الفترة دي. فسألته حصل امتى الكلام ده؟ قال لي من حوالي سنة، خافوا يوضبوا الأوضة ليلاقوا حاجة تانية تفكرهم بست الكل. سكتنا شوية لما افتكرنا أمي، وسألته محدش كان بينام هنا طول فترة اغترابي في القاهرة؟ قال لي مفيش حد بيدخل الأوضة من سنة تقريبا. قلت له غريبة، وهو استغرب شوية إنه قلت له كده. بصيت له وقلت له أنت بتؤمن بوجود أشباح وعفاريت؟ ولما فتحوا الصندوق افتكروا سوا الذكريات، وبابا اتضايق شوية وعشان كده بعدوا عن الأوضة الفترة دي. فسألته حصل امتى الكلام ده؟
قال لي من حوالي سنة خافوا يوضبوا الأوضة ليلاقوا حاجة تانية تفكرهم بست الكل. سكتنا شوية لما افتكرنا أمي وسألته محدش كان بينام هنا طول فترة اغترابي في القاهرة. قال لي مفيش حد بيدخل الأوضة من سنة تقريبا. قلت له غريبة، وهو استغرب شوية إنه قلت له كده. بصيت له وقلت له أنت بتؤمن بوجود أشباح وعفاريت؟ دخلت على الإنترنت وفتشت بعنوان الكتاب، هي ناقصة ولقيت إن أغلب الناس كاتبة إنه كتاب خاص بالسحر والمشعوذين. مع عفريت اللي بني آدم. أنا صحيح مش بؤمن بالخرافات. كملت بحث ولقيت أكتر من مقال بيطالب بإعدام الكتب دي عشان نتقي شرها، وتنبيهات إننا ما نقراهاش ولا نستخدمها. ده موضوع كبير وله أصول. بصيت له وقلت له أنت بتؤمن بوجود أشباح وعفاريت؟ ضحك لي واستغرب شوية وقال لي أنت جاي تسأل في الموضوع ده والدنيا عتمة كده، هي ناقصة؟ قلت له عادي من باب الدردشة. فزعق لي وقال لي عفاريت إيه يا دكتور؟ مع عفريت اللي بني آدم، المفروض إنك متعلم ومثقف. استغربني إني بسأل السؤال ده، فطمنته وقلت له ما تستغربش يا حبيبي، أنا صحيح مش بؤمن بالخرافات، لكن موضوع وجود أشباح من عدمه ده موضوع كبير وله أصول. وعشان أغير الموضوع قلت له ما علينا، أنا جعت، في أكل ولا أطلب دليفري من بره؟ رد عليا باستنكار وقال لي أكل من بره الساعة دي؟ أنت فاكر نفسك في مصر؟ طب طبخين إيه يتاكل النهاردة؟ رد عليا الخير كله يا حبيب أخوك. ساعتها النور جه وقلت له وشك حلو، النور جه على وشك. ضحك لي وقال لي أنا قاعد معاك من يجي نصاية، وش حلو إيه بس؟ هقوم أشوف لك حاجة تاكلها. خرج أخويا من الأوضة وقفل الباب وراه. قمت وطفيت الشموع اللي كانت قدام المراية وبصيت للمراية مرة تانية بعمق، وكان بيدور في عقلي حاجات كتير. أبسطها مين اتحرك قدام المراية لما النور قطع من شوية؟ ممكن يكون خيال، أو يمكن بتخيل. يا ترى اللي بيحصل ده صدفة؟ ممكن يكون الكتاب اللي معايا فعلا عليه لعنة، وممكن يأذيني لمجرد إني عايز أوصل لأصل الأمور. موضوع الطيف ده ممكن يكون حقيقي، الأشباح موجودة. واقف قصاد نفسي، يمكن ده حد تاني، ملامحي فاكراني، بس عمري مش شبهي. فين الطريق أبدأ من فين؟ أنا متغير ما بقتش عارف مين. سبت مكاني ورجعت لللابتوب ووصلته بالكهرباء عشان أشحنه، تحسبا إن النور يقطع تاني ولا حاجة. ودخلت على الإنترنت المظلم تاني مرة علشان ندخل على آخر صفحة كنت عليها، واللي كان عليها خدمات مدفوعة علشان الجن، العفاريت، علشان تساعدنا في عمل شوية حاجات.
قررت أدفع فلوس لحد على الدارك ويب علشان أصلح اللي حصل في بيت الجيران، بعد ما قريت تعويذة بالغلط وأنا بجرب من كتاب الدفع على الإنترنت المظلم بيكون بالفيزا ومقدما، وفعلا استخدمت الفيزا بتاعتي ودفعت مبلغ لواحد عامل أكاونت متخصص في الأمور الغيبية والاستثنائية. اسم الأكاونت ميفستوفيليس تقريبا، ده اسم ملوش معنى. أيوة، اسمه ميفستوفيليس، بس قلت أجرب، ويا ريتني ما جربت، لأن بعد ما دفعت المبلغ اللي كان حوالي $200، و$200 دول حاجة كبيرة وقتها مش صغيرة، لقيت المسؤول عن الحساب ده بيسألني أسئلة كتيرة، اسمي وسني ووظيفتي وعنواني وعنوان البيت اللي أنا عايز المشكلة تتحل فيه، وإيه سبب الطلب. سأل كتير، أسئلة مباشرة وغير مباشرة، لدرجة إنه سألني هل في حد جنبي ولا لأ. جاوبت على كل الأسئلة، كنت عايز أشوف آخر الحوار ده إيه، وقال لي أنتظر يومين وأشوف إيه اللي هيحصل، وهل البيت اللي كنت عايز يتحل مشكلته اتغير ولا لأ، وطلب أرجع أسأله مرة تانية. حسيت إن الموضوع اشتغالة واتنصب عليا في الفلوس، بس قلت أمشي ورا الكداب لحد باب الدار. ساعتها أخويا خبط على الباب، ولقيته بيزق الباب بظهره وداخل، وفي إيده صينية عليها فطير ومش وعسل، وبيقول لي أحلى أكل يستاهل فمي. شكرته على الأكل وقلت له ننادي بابا يجي ياكل معانا لقمة. فرد وقال لي بابا بينام بدري والساعة داخلة على 4 الفجر. فكرت إنه كده كده هيقوم كمان شوية من النوم علشان يصلي. أكلنا لقمة وكان الأكل حلو فعلا، أكل البلد كنت مفتقده جدا. وإحنا بناكل سمعنا أذان الفجر، وبعدها بشوية سمعت أبويا بيصحى من النوم وبيستعد للصلاة. بص لأخويا من غير كلامه كأنه عايز يقول لي مش هتيجي تصلي معانا، وأنا بصيت له وبعدها بصيت على الأرض وكأني بعتذر منه عن طلبه مقدما. قام أخويا وأخد الصينية اللي كان فيها الأكل، ووقف على باب الأوضة وقال لي أنا هروح أصلي مع بابا النهاردة، لو حابب تعالى. سرحت اللحظات وافتكرت إني لسه دافع فلوس علشان اتفقت مع حد غريب على حاجة بمساعدة الجن والعفاريت. هزيت راسي وقلت له لا مش هينفع النهاردة، واتلككت بالتعب. كنت غلطان، كنت المفروض أعرف إني مهما عملت ما ينفعش ما أصليش. كان دايما في أمل في الطريق، في أمل في الحياة، في رجاء في الصلاة. كان دايما في أمل في الطريق، في أمل في الحياة، في رجاء في الصلاة. كان دايما في أمل في الطريق، في أمل في الحياة، في رجاء في الصلاة. زعلت شوية على نفسي وقلت أرتاح من التعب ونمت، وحلمت يومها حلم مش قادر أنساه لحد النهاردة. رحت لسريري وقلت أرتاح شوية من التعب. نمت وحلمت يومها حلم مش قادر أنساه لحد النهاردة.
ما كانش مجرد حلم عادي، كان عامل زي كابوس. حلمت إني طالع من جسمي. أيوة، كنت طاير بعيد عن جسمي، وشايف نفسي نايم مكاني على السرير مش بتحرك، وكل حاجة مترتبة حواليا. شقتي اللي في القاهرة بهتم بترتيبها أول بأول. لقيتني بتفرج على الأوضة من حواليا، شفت كل حاجة في الأوضة مكانها، ورجعت تاني أبص عليا. لقيتني فارد جسمي على السرير ونايم على ظهري، ولما دققت النظر لقيت ملامحي مطفية. بصيت لي بعمق وقربت شوية، لقيتني فتحت عيني وبصص لي بعمق، وكأني عايز أوصل لنفسي رسالة، بتكلم معايا بس من غير صوت. غمضت عينيا تاني وما اتحركتش من مكاني. افتكرت إني مت وخلاص، ده وقت الحساب. لكن لقيتني صحيت من النوم وبشهق، وكأن في حاجة طابقة على صدري. بصيت على اوضتي من تاني، لقيتني مكاني بس في بيتنا اللي في سوهاج. الحلم ده ما كانش مجرد حلم يعدي عليا، بفتكره على طول، وكأنه رسالة جاية من جوايا. في العادي الأحلام بتتنسي، لكن حسيت كأني عايز أقول لنفسي كلام كتير متحاش في زوري، وخلقي بقى ضيق بالكلام ده. بالرغم من إني دكتور نفسي، أوقات مش بقدر أعالج نفسي. أنا عارف الحالة اللي حصلت لي دي كويس. في ناس بتشخصها حالة مرضية، وناس تانية شايفاها نفسية. أنا مش مستغرب نفسي قد ما مستغرب تكرار الحلم. بصيت في ساعتي لقيتها 3 الظهر. أخدت دش كالعادة وفطرت لوحدي يوميها، ورجعت للراجل اللي كنت باعت له على الإنترنت تاني. دخل عليا أخويا وكان بيطمن عليا علشان شافني نايم نوم عميق. كان عاوزني أفطر معاهم، لكن لما شافني نايم مرضيش يزعجني، فقلت له إن نومي ما كانش مظبوط وده مخلي مزاجي مش أفضل حاجة، فنمت كتير شوية من غير ما أحس. انتهزت الفرصة وسألته عن جيراننا اللي كان عندهم الخناقة. قال لي إنه مستغرب من اللي حصل. التفت له وسألته مستغرب ليه؟ رد عليا والضحكة في وشه: أبوك امبارح وإحنا بنصلي دعالهم، والنهاردة مفيش أي خناق ما بينهم. فقلت له وانت اتأكدت منين؟ قال لي النهاردة كانوا بيصلوا معانا كلهم سوا، فاستنتجت انه شافهم وهم بيصلوا معاه الظهر. فيك الخير يا حبيبي. طب بابا دعالهم؟ ما دعاليش. رد عليا بضحكته الحلوة: الكل بيدعي لك، مش ناوي تدعي لنا وتدعي لك؟ قلت له هخلص اللي ورايا وهكون معاكم في الصلاة اللي جاية. خرج أخويا من الأوضة علشان يسيبني أكمل شغل مع الأفكار والنت والكتاب والطيف. ما كنتش عارف أبدأ منين ولا أعمل إيه. قررت يومها أغير من نفسي، يمكن كلام أخويا حرك فيا نفسي بتاعت زمان. فكرت لازم أرجع للصلاة. جهزت نفسي وهيأت فكري، لكن لما جيت أبدأ حصلت حاجة غريبة. لقيت حد بيكلمني على الفون بتاعي، رقم مجهول من الأرقام اللي بتكون برا البلد. مش من عادتي أرد على الأرقام الغريبة جوه البلد، فهرد على الأرقام الغريبة من برا. عملت الفون صامت ورجعت لنفسي وللصلاة. رجع الرقم اتصل مرة تاني. المرة دي رديت: مين؟ سمعت صوت همهمة وخشولة وما فهمتش حاجة. مين معايا؟ لقيت نفس الصوت بيعلى بدون إجابة. افتكرتها معاكسة فقفلت المكالمة.
وقلت أرجع للصلاة. وأنا رايح ناحية المصلية عيني وقعت على اللابتوب علشان ألاقي رسالة جاية من الويندوز بتحذرني إن في فيروس على الجهاز. فرحت للجهاز بسرعة أشوف دي رسالة بجد ولا اشتغالة من الإعلانات اللي بتظهر. وفعلا اكتشفت إن في حد بيحاول يفيروس الجهاز بتاعي. فاهتميت بالموضوع وقلت أما أشوف الفيروس ده آخرته إيه. ولأن شغلي على اللابتوب مهم فشاري أنتي فيروس محترم من الويندوز. جهازي عليه كل شغلي وذكرياتي. فسبت الجهاز شغال يكتشف المشكلة فين. ولسه هرجع للصلاة جالي رسالة من الراجل اللي كنت بعت له علشان مشكلة البيت تتحل. ودخلت أقرأ الرسالة على طول. كان بيطمني إن موضوع البيت اتحل خلاص وممكن أروح عندهم وأتأكد بنفسي. أبوك امبارح وإحنا بنصلي دعالهم. لسه كلام أخويا في دماغي. الكل بيدعي لك. أنا واثق إن الصلاة بتغير كتير. مش ناوي تدعي لنا وتدعي لك؟ لكن الرسالة دي معناها إيه؟ ليه الشك ليه؟ من إيه؟ كل اللي بيحصل ده من إيه؟ شكيت. فسبت اللي ورايا واللي قدامي وبعتله رسالة تانية علشان أسأله فيها أنت بتعمل الأمور دي إزاي؟ لقيت موبايلي بيرن تاني من نفس الرقم الغريب إياه. قلت المرة اللي فاتت كان ممكن يكون في مشكلة في الشبكة علشان كده بيحاول نفس الشخص يكلمني تاني. فرديت على المكالمة على طول ولقيت نفس الهمهمة والخشولة. أنت مين؟ جالي رد على رسالتي من الغريب بيقول لي فيها عايز تعرف أنا بعمل كده إزاي ولا أنا مين؟ والمكالمة لسه شغالة على ودني وجنب رجلي اللابتوب. رميت الفون من إيدي من كتر الرعب وبصيت على اللابتوب اللي جنبي. اتحركت ووقفت جنب السرير وباصص على الفون واللاب. رحت للتليفون لكن بحذر وسمعت نفس الهمهمة. بلعت ريقي وكلمته. هو أنت الراجل اللي بكلمه على النت؟ أنت جبت رقمي منين؟ ساعتها المكالمة اتقفلت في وشي عشان ترجعني لأفكاري وحيرتي. اتحركت ووقفت جنب السرير وبص على الفون واللاب. رحت للتليفون لكن بحذر وسمعت نفس الهمهمة. بلعت ريقي وكلمته. هو أنت الراجل اللي بكلمه على النت؟ أنت جبت رقمي منين؟ ساعتها المكالمة اتقفلت في وشي علشان ترجعني لأفكاري وحيرتي. ما طالش الوقت علشان اسمع صرخة عالية من اخويا. طلعت جري من اوضتي علشان الاقي اخويا قاعد على الارض وماسك ايده. تقريبا اتكهرب لما حاول يشيل شاحن الموبايل من فيشة الكهرباء. وعشان ابويا حركته بطيئة نوعا ما بحكم السن جالنا وانا بطمن عليه وهو على الارض وكنت بحاول اقومه. لكن ابويا افتكرني انا اللي اذيته. قال لي عملت ايه في اخوك؟ ده اخوك حرام عليك. حاولت افهمه اني لسه خارج من الاوضه على صرخه اخويا وكنت بطمن عليه. كرر كلامه وقال لي حرام عليك، اخوك حبيبك. حاول اخويا يفهمه ان اللي حصل ده من فيشة الكهرباء والحمد لله بقى كويس. لكن فضل ابويا باصص لي وبيقول لي حرام عليك اخوك. اعتذرت لابويا
وبصيت لاخويا كمان واعتذرت له، لكن باستغراب من جوايا حاولت اخبيه، ورحت لأوضتي وقفلت على نفسي الباب. كنت مستغرب من رد فعل والدي جدا، وسمعت اخويا من جوه اوضتي وهو بيحاول يوضح لابويا ان مش انا السبب، واني كنت بطمن عليه وبحاول اقومه من على الارض. لكن ابويا كان رافض حقيقة اللي حصل نهائيا. يا ترى كل ده كان صدفة؟ ما كنتش عارف مالي ولا عارف اتصرف ازاي، وعقلي وقع عن التفكير. مستغرب، متضايق، مش عارف ابدأ منين لاكتشاف موضوع الطيف اللي كنت مهتم بيه. انا مسافر من القاهرة لهنا علشان ادور على اي حاجة تساعدني في موضوع الطيف. ممكن ده يكون اخر كدبتي على آسر؟ الموضوع كده ما بقاش لعنة الطيف بس، ده كمان بقى لعنة آسر. لا عارف افهم الطيف ولا عارف انهي اللي بديته في اي حاجة. وفي لحظة صدق مع نفسي عرفت اني بحكي مع نفسي تفاصيل كتير ممكن ما تكونش مفيدة لحد، ولا ممكن تضيف عند حد حاجة. لكن شغلي علمني كده، اتعودت اهتم بالتفاصيل. هو انا كده طول عمري بحاول اثبت لنفسي حاجات انا بس اللي بكون مقتنع بيها. بس ليه مش كل الناس مقتنعة بكلامي؟ انا مش جهبذ ولا عالم، ده انا حيالله دكتور نفسي. يمكن علشان بدور وابحث في امور كتير، عقلي ديناميكي، مش بحب الروتين، مش بثق في الآلات، مش براعي الزمان ولا المكان، لأني مقتنع بأفكار الزمكان. الثقافة وكتر المعلومات أوقات بتأذي صاحبها، كتر المعرفة بتنفخ. بس أنا مش تلك ولا بتكبر على حد بمعلوماتي، بس أنا برضو ما قدرتش أساعد نفسي باللي أعرفه ولا أفهمه. والدليل هو الطيف اللي مش عارف أفسر وجوده أو عدم وجوده لحد دلوقتي. عصف ذهني رهيب، بحاول أقنع نفسي بأمور أشبه بالخيال، ورجعت أدور في الأمور اللي كنت بدور عليها وابحث زمان. الأرض كروية ولا مسطحة؟ مين عايش معانا على الكوكب؟ والأموات بيروحوا فين؟ ده حتى أبسط الأمور والذكريات مرت على عقلي وقتها. ليه الناس ما بتحبناش زي ما بنحبها؟ وليه في ناس بتقابل الحب بكره وبغض وهم وغم وكآبة؟ ليه الناس ما تبقاش عندها صدق حتى مع نفسها؟ ليه آسر كان صادق معايا لما كان بيحكيلي؟ شاف فيا ايه يخليه يثق فيا؟ وهل انا استحق الثقة دي؟ ليه يا آسر تشوف طيف اسود وتلاقي كتاب ملعون مع ان ملكش ذنب في اي حاجة، واللي له ذنب ممكن يكون والدك او حتى من اصحاب والدك؟ ليه بيحصل لي كل ده؟ اضطراب زمان بدأ يرجع لي تاني، وبدأت أفقد الثقة، وما بقاش عندي تمييز بين الصح والغلط. لا بثق في اللي بيحصل ولا واثق في اللي حصل، لا بثق في المعلومات اللي بدور عليها ولا واثق في المعلومات أو البيانات اللي هدور عليها وهجيبها. حتى البني آدمين، البني آدم أكتر حد لازم يكون عديم الثقة بالنسبة لي. لا غريب بينفع ولا قريب بيشفع. حتى كلامي ده ممكن يكون كله مش مظبوط، لكن محتاج أحكي اللي حصل. وكان في الزمكان، في سوهاج بيتي القديم، والكتاب الملعون جنبي، ولسه قاعد قدام مرايتي على سريري. يا ترى عاوز أثبت لنفسي إيه؟ أفكار كتير بتعدي على عقلي، وصور لناس بتمر قدام عيني. أفكار كانت متداخلة متشابكة، لحد ما ارتحت ورحت في النوم. صحيت على تخبيط باب أوضتي. أخويا بيحاول يصحيني علشان يعتذر لي من اللي حصل من بابا امبارح، وبيقول لي من ورا الباب
إنه راجل كبير ولازم نراعي سنه. قمت من سريري وأنا لسه عيني مغمضة ومعمصة وشعري منكوش. رحت لباب الأوضة وفتحت الباب علشان أقطع كلام أخويا وأقول له إني لازم أرجع القاهرة النهاردة. سكت أخويا شوية وهو قدامي، وبعد ثواني قال لي: أنت لحقت تقعد معانا؟ مشيت من جنبه ورحت للحمام وقلت له مش عايز أكون سبب في أذية حد فيكم. استغرب كلامي وحسيت ده من سكوته، فوقفت عند باب الحمام وبصيت له وقلت له: اوعى تفتكر إن اللي بيحصل في حياتنا صدفة. الفترة اللي فاتت أنا حاولت أدور في أمور كتير ملهاش أساس من الصحة علشان أثبت إن ليها أساس من الصحة أو أحاول أفهمها، وحصل أمور كتير مش هينفع أحكيها، ده لمصلحتك، وحتى لو حكيتها مش هتصدقني ولا هتفهمني. واللي حصل فيك امبارح لما كنت هتتكهرب من فيشة الكهرباء وانت بتشيل الموبايل، أنا من يومين بستقبل اتصالات على الفون من ناس غريبة ومشيها غريبة لحد ما أفهم أو أعرف مين دول أصلا. كان لازم أربط إيه اللي حصل لك وانت بتشيل موبايلك من الفيشة بالاتصالات اللي جاتلي على الفون بتاعي. ما هو الغريب اللي اتصل كان بيحاول يثبت لي حاجة، ومش بعيد يثبتها فيك انت أو في بابا، بس الحمد لله إنها جت فيك علشان أبويا مش هيستحمل. وأبوك نفسه اللي كان مصر إن أنا اللي أذيتك وأنا بحاول أساعدك لما كنت مرمي على الأرض كان عنده حق، عشان اللي حصل لك ده أكيد برضه مش صدفة، زي ما كلام أبوك ما كانش صدفة لما قال أنت بتعمل في أخوك كده ليه؟ علشان راجل تقي وبيعرف ربنا وبيشوف الأمور بعين تانية غير عينيه. قلت الكلام ورا بعض وأنا بحاول أوضح لأخويا إن في أمور كتير بتحصل مش صدفة، وإن في حاجات خفية مسؤولة عن اللي حصل. ما حاولتش أوضح أكتر من كده لأخويا، وفي الآخر قلت له إني هرجع القاهرة، مش هينفع أكون سبب في أذية الناس اللي بحبها. أنت أخويا وأبويا أحن ناس عليا، مش هينفع أكون سبب في تعب ليكم. رجعت للحمام علشان اخد الدش بتاعي، لكن أخويا قاطعني وقال لي: أنا قريت الورقة وشفت الكتاب اللي معاك،